ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة، في هذا اليوم المبارك الأغر، في هذا اليوم المشهود، نلتقي في هذا المكان الطاهر، بقعة من بقع العلم، بقعة طيبة مباركة، مدرسة الشهيد في غزويل بومدين. في هذا اليوم الذي نرجع به إلى الذاكرة 20 أوت 1956، وذكرى هذه المزدوجة مع ذكرى يوم مجاهد. شاعت الأخبار أيها الإخوة أن نلتقي مجددا مع هذه الوجوه النيرة، مع هذه الأطياف، مع هذه الوجوه التي حملت لواء الخير والمحبة والتآخي والتآزر والتناصر. لا لشيء سوى لأننا أحببنا هذا الوطن المجيد، وأحببنا كل ما يجمع شمل هذا الوطن، وأحببنا كل ما يقوم قائمة هذه البطاح التي تضمنا في جنباتها. أيها الإخوة الكرام، شاءت هذه الجمعية الخيرية، هي جمعية السلام الخيالة، أن تكرم في هذه المناسبة السعيدة وجوه قدامى في مجال الفروسية وغير ذلك. والكرام لا يسعنا إلا أن نعيش معهم بأرواحنا وبقلوبنا وبوجداننا وبنفوسنا وبعقولنا، لنرد لهم هذا التكريم ولنرد لهم الاعتبار ولنرد لهم التحية. فختام هذا اللقاء المبارك دعاء نتضرع به إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله الله في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل وإياكم مع الأبرار. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. ندعو الله سبحانه وتعالى لاحبائنا المسؤولين، المسؤولين المحليين في هذه مقاطعة بني مسعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، الله يحفظهم من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين، اللهم اجعلهم إخوانا وعلى الخير أعوان، سدد الله خطاهم وبارك في جهودهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجعل الأخوة والمحبة تسود بينهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهلهم، اللهم أسألك يا رب أن تبارك في هذا اللقاء وتبارك في جميع الوجوه، اللهم احفظنا من كيد الكائدين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ونثني بالدعاء لهذه الجمعية، جمعية السلام للفروسية في قرية ربان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، وعلى رأسهم سيد أرجان حميدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، أن يحفظ له الإخوة وأن يرضي عنه الوالدين، وأن يبارك في مريديه في تلاميذته الذين يربيهم على الفروسية وعلى العمل وعلى التربية، الله سبحانه وتعالى أن يكثر عددهم، اللهم أكثر عددهم وأكثر مددهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. الله سبحانه وتعالى الحاضرين ضيوفنا الأعزاء من قرية الزوية ومن سيدي مبارك ومن بديل بورسعيد عموما، الله سبحانه وتعالى كما جاءنا بعشر خطوات الجميع، اللهم اجعل كل القدم علينا وعلينا الحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المجاهدين والشهداء أخوان الكرام، نحن واقفين إكراما وإجلالا لهم، اللهم ارحمهم، اللهم يرحمهم وارحمهم رحمة واسعة، لأن الله عز وجل قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، اللهم يا رب أتم لهم أجرهم ونورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يجعلنا في الطريق سائرين على خطاهم متبعين. اللهم يا رب إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، فاغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا، من استوى
نبشر إخواننا المواطنين في قرية ربان إن شاء الله يبارك فيهم ويفتح عليهم بكثر هذه المناسبات وهذه الجلسات وهذه اللقاءات التي تجمع الشمل وتجمع الأمة وتجمع الجماعة. يعني يا رب عز وجل يجعلنا جماعة على جماعة لا بد ننزع إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى الله يكرمنا بالعام تاع الخير، العام تاع الأمطار والبركات. اللهم يا رب أعد لنا خيرك وعافيتك يا أرحم الراحمين. الخير الذي عاهدناه يعني في أجدادنا والسنوات الماضية، يعني سنوات الخير والسنوات اللي عشبوا على الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جميع المسلمين لهم تهيئوا يعني بإقامة مناسبات الأعراس والأزفة والأفراح بعز وجل يكملهم الخير إن شاء الله. آمين. الله سبحانه وتعالى منظمين مسيرين اللي كانوا يرقين من أجل إنجاح هذا اللقاء، رب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هو اللي يجازيهم خير الجزاء. رب الله سبحانه وتعالى الله يفتح علينا وعلى عليكم وفتوح العارفين بالله. يا رب لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا وفيها صلاح الا عنك على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. الفرسان القدامى والجدد. وجبنا ثياب من الحسين. ويا ما نساوهمش في هذه القريه وفي غيرها. الله يبارك في الجميع.